عاملين ايه يا احلى اخوات؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير 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 من النهارده لحد بكره. وحشني الكلام معاكم. قبل ما نبتدي الفيديو يا ستي الكل ما ننساش نفكر بعضنا كده ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونعمل اعجاب للفيديو لو الفيديو عجبك، وتشتركي في القناه، ولو لسه ما اشتركتيش انزلي يلا بسرعه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. في رسمه الجرس تحت الفيديو اضغطي عليها هيظهر لك كلمه الكل، اضغطي على الكل عشان كل فيديو بنزله يوصلك الاشعار بتاع الفيديو. وتعملوا مشاركه للفيديو في كل الجروبات والصفحات عشان القناه تكبر بيك يا ستي الكل. لو بتتفرجي عليا في النهار صباحك زي العسل، صباحك مشرق بذكر الله. لو بتتفرجي عليا بالليل مسائك زي العسل يا ستي الكل. هنا كان في برواز وحبل النور، اللي متابعني وعارف الصاله عندي كان في برواز هنا وحبل النور، وبناتي كانوا قاعدين في اليوم ده هنا على الكرسي ده بيتفرجوا التليفون، وانا كنت في المطبخ. مره واحده لقيت صوت كده عالي، حاجه بتقع في الارض والبنات بتصرخ. طلعت اجري لقيت البرواز وحبل النور. الحبل وقع، حبل النور ده بتاع رمضان، والبرواز وقع في الارض اتكسر 100 حته. الازاز كان يعني متفتفت كده وهف البنات يعني تحت رجلهم بالظبط، يعني لو تكه كده كان ممكن يجي عليهم. الحمد لله يعني وقع من الحيطه من فوق على رجل البنات، بس هفهم الحمد لله ما جاتش عليهم الحمد لله. وقع من ايه الله اعلم، وحدي محدش جه جنبه، ومتثبت في الحيطه وليه سنين. الحمد لله على كل شيء، كل اللي يجيب ربنا الحمد لله كويس. ربنا سترها وعدنا على خير. حبيت اوريكم عشان حبل النور كان مقطوع. قمنا كده من النوم متاخر، كانش عندي حاجه اعملها. المواعين زي الفل غسلها من الليل زي ما شايفين، مبيته الحوض زي الفل نظيف، والرخامه زي الفل، والصاله زي ما شفتوها كده نظيفه وزي الفل، ما فيش اي حاجه تتعمل. والاوض كان في حاجات يعني بسيطه مكان ما كنا نايمين، والبنات كانوا بيلعبوا في الاوضه وظبطوا يعني الاوضه وراهم. الشقه نظيفه وزي الفل. اليوم ده قمنا متاخر من النوم وكنت تعبانه بصراحه، ما كنتش قادره اعمل اكل يعني وكده، وكنا عايزين حاجه خفيفه وسريعه. كان قبلها بيوم تقريبا او يومين جوزي وقع على رجله يعني، وكنا بيه عند الدكتور وبين الاشاعات وكده. كنا نفتكرها كسر، والحمد لله الحمد لله جت سليمه. شرخ يعني، والدكتور ربطها له واداله علاج وقال له ما تحركاش لمده 15 يوم. وكان ساعتها انا برضو كنت تعبانه بدوخ وبقع وكده، وما كنتش قادره اعمل اي حاجه. قال له خلاص بدل ما يعني تعملي اكل وكده وما تقفيش وكلنا تعبانين، هنطلب اكل يعني من بره جاهز. وقلت خلاص اعمل بطاطس كده، حتى هو قال لي ما تعمليش بطاطس بصراحه. قلت لا خلاص يعني بطاطس حاجه خفيفه كده هنقليها. جبت كام بطاطسيه كده وقشرتهم زي ما شايفين وابتديت اقطعهم عشان احمرهم. الاسبوع ده ما تعرفوش ايه فيه بالظبط، حوادث ورا بعض. البنات كان هيقع عليهم البرواز، جوزي وقع على رجله حصل له شرخ في رجله، انا بدوخ وبقع. ما تعرفوش ايه فيه بالظبط. الحمد لله اهم حاجه الواحد يقول الحمد لله. ربنا بيعديكي من حاجات كتير الحمد لله. كده الغدا وصل اهو لحد البيت. بصراحه مطعم تحفه، اكله حلو جدا، بيبعت لك الحاجه لحد البيت لما بتطلبيه. برضو حاجته نظيفه، بيبعت لك كل حاجه مع الاكل، مش ناقص حاجه بصراحه. طلبنا كبده، ادي كده علبه طحينه. العلبه بسم الله ما شاء الله كبيره وحلوه يعني. طلبنا بكذا مطعم قبل كده بنلاقي الطحينه علب صغيره بتبقى خفيفه ميه، لا دي العلبه ما شاء الله كبيره ومليانه. انا قلت هفتح العلبه هلاقيها نص العلبه، لا العلبه مليانه بسم الله ما شاء الله. وطعمها تحفه وتتبيلتها تحفه، والقوام بتاعها جميل جدا جدا جدا، وطعمها جميل ومسكر وزي العسل. شايفين القوام، شايفين مليانه ازاي، والتوابل اللي فيها وطعمها تحفه ومسكره وزي العسل. ادي كده الكبده، احنا طلبنا وجبتين كبده، ادي كده علبتين كل وجبه في علبه. احنا نفتكر الكميه قليله يعني، نفتكر العلبه قليله، بس طلعت بسم الله ما شاء الله العلبه مليانه. احنا ما قدرناش نفتح العلبه الثانيه. علبه واحده يعني تكفي اسره بسم الله ما شاء الله، حلوه مليانه. واحلى حاجه عنده كمان بيضيف لك الشطه. هي في العلبه دي شطه بيضيفها لك خارجيه، لو انت حابه تضيفي في البيت ضيفي براحتك، لكن الشطه مش بيضيفها هو عنده، لا شطه زي ما بتشوفي كده في علبه عشان انت لو حابه تضيفي براحتك. وبعت ليمونه، بعت ربطه جرجير، بعد كده 10 ترغفة. العيش حلو وطازة وسخن يعني. في كذا مطعم طلبنا منه بنلاقي العيش بايت، العيش ناشف، لا العيش سخن طازة تحفة. حاجته بصراحة نظيفة. هو طعم الكبدة بصراحة مش الواو ولا وحشة، طعم بيتي، كبدة بيتي. وبعد كمان كيس مخلل. ادي كده وجبتين بس بسم الله ما شاء الله الحاجة يعني زادت
وفضل منها كتير. الحاجة فيها البركة، طعمها حلو، طعم بيتي، حاجته بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. هنا كان لسه هفضي معاكم وكده، النور قطع معرفتش انا افضي معاكم. هعمل الحاجه مع نفسي. بس طلعت البطاطس هنا، رشت عليها ملح وفلفل اسود وكمون، غسلت الجرجير، كان عندنا شويبس ليمون ونعناع. هفضي الحاجه مع نفسه، كان بألف هنا وشفا. بألف هنا وشفا اللي شافه، بألف هنا وشفا اللي اكل. بعد كده ريحنا، جيت بالليل كده تعبت تاني. كنت هكمل معاكم الفيديو بالليل في نفس اليوم يعني، ما قدرتش بصراحه، كنت تعبانه ودايخه وكده. والحبايب بقى جايين يزوروا جوزي يعني، ربنا يكتر الحبايب. وبعدها ب5 6 ايام تعبت تاني. انا افتكر يعني من الحر، الهبوط والوقع عندها من الحر والنور بيقطع. لما لقيت الموضوع بيزيد، جوزي قال لي لا روح الدكتور اطمني. خدت والدتي ورحنا عشان جوزي زي ما قلت لكم تعبان. رحنا يوم 26/7/2023 اهو التاريخ فوق، يوم 26/7/2023 امبارح. لكن تعب زي ما قلت لكم، وتعب جوزي لاسبوع. بس ما قدرتش اروح اسيب جوزي يعني الدكتور وكده. لما يعني طمنت عليه شويه، اخدت والدتي ورحنا. الدكتور طلب مني التحاليل جنب الدكتور بالظبط، عملتها له، رحت وريتها له عشان يكتب لي العلاج على اساس التحاليل. الحمد لله التحاليل كويسه ما عدا الدم. لا عندي انيميا، نسبه الدم ضعيفه. كتب لي بقى الحقن دي حقن كل 3 ايام اهي. ده كله علاج للانيميا. قال لي يعني الانيميا عندي ضعيفه، هي اللي عامله لي الهبوط والوقعان ده. انا افتكر بقى الحر والنور بيقطع، هو اللي عامل لي كده مع الحر وكده. لما الموضوع زاد جوزي قال لي لا نطمن ونشوف. طبعا انتوا عارفين بقى اواخر شهور الحمل لازم بقى ايه، الانيميا بقى والدوخه الحاجات دي يعني. وكتب لي ده مكمل غذائي لسلامه العظام. ده بعد الفطار. بصراحه مش عارفه اخده امتى لان انا بقوم متاخر على الغدا. بس هنظبط بقى المواعيد. قال لي لازم اهم حاجه انتظام العلاج عشان تغذيف مواعيده عشان خاطر يجيب نتيجه. وده للحديد بقى، نقص الحديد وحمض الفوليك، وفيتامينات بقى نقص الفيتامينات، هو الانيميا، وقايه من الانيميا ونقص الدم وكده. ده بعد الغدا. ده حلو جدا، كنت باخده من ايام بناتي بصراحه، حلو جدا. وجبت العلاج معايا بالمره، وجبت كمان الحقن عشان ابتدي بقى اخد العلاج ونشوف عشان ايه. قال لي هناخد العلاج مده ونشوف هل في نتيجه او لا. هي لازم اخد شهور الحمل بيبقى فيها عك شويه وتعب اكتر يعني. ربنا يهونها ويعدينا على خير. الجزئيه اللي في اول الفيديو ده كان من 5 6 ايام، والدكتور كان امبارح. زي ما قلت لكم لما لقيت الموضوع بيزيد، انا افتكر الحر، قلت لا نروح نطمن عند الدكتور. قال لي تجيني بعد 20 يوم هحلل تاني نشوف نسبه الدم زي ما هي ولا زادت. لو زادت هو العلاج، لو ما زادتش هنكتب بقى محاليل وحقن دم اعلى عشان خاطر لحد الولاده يبقى الدم كده مظبوط وكله تمام. وحتى لو مظبوط قال لي برضو هنحتاج كيس دم عشان طبعا بيبقى امان للام احتياطي عشان لا قدر الله حصل اي حاجه. ربنا يعافينا ويقومنا على خير ويهونها الفتره دي ويقومني بالسلامه يا رب العالمين. وجبنا علاجنا بقى معانا بالمره ونروح بقى ايه ناخد نفسنا كده، وبعد كده نشوف هنكمل نعمل ايه تاني. خدت نفسي وارتحت شويه. بعد كده بفتح التلاجة لقيت شويه البتنجان دول ابتدوا يجلدوا كده. كنت جايبهم قبل ما جوزي يتعب. بعد كده لما جوزي تعب وانتهيت معاه من الدكتور للاشاعات مع تعب، وانا لما تعبت ما قدرتش اعملهم. بعد كده ايه لقيتهم ابتدوا يجلدوا، قلت لا حرام يعني الحق ايه املحهم واخللهم. جبت كده حله على النار وغسلتهم كويس جدا عشان ايه اسلقهم. انا بحب لما املحه يعني اخلله، بحب مسلوق ما بحبوش مقلي. في ناس بتقليه في الزيت، انا بحب يعني ايه اخلله مسلوق. البتنجانه زي ما شايفينها كده غسلتها كويس اهو زي ما شايفين. اهم حاجه في البتنجان المسلوق ما تعملوش فتحات بالسكينه ولا الشوكه ولا تشقيه بالسكينه، تسلقيه مقفول عشان خاطر تلاقي لحمه من جوه ابيض وزي العسل زي الشمعه. لو عملت له فتحات خرمتيه بسكينه خرمتيه بشوكه هتلاقيه لحمه اسود. اهم حاجه عشان لحمه يبقى ابيض زي الشمع ما تعملوش فتحات. هنزل كل الكميه اللي معايا في الميه السخنه واسيبهم كده ياخدوا غلوه لحد ما تلاقيه ولا دايب ولا
ني تلاقيه حلو ماسك نفسه. مالكمش دعوه بمنظر البوتاجاز. زي ما قلت لكم انا الفتره اللي فاتت تعبانين وكده وما زلنا تعبانين، مش قادره اعمل حاجه بصراحه ودايخه وكده. هعمل بس واحده واحده، اخد العلاج كده واحس يعني ان انا يعني بقيت احسن، ان انا اعمل الحاجه، اقدر اعمل الحاجه، وهنعمل كل حاجه مع بعض واحده واحده. عشان هو الدكتور قال لي حاول اليومين دول ما تعمليش حاجات كتير، ما تقفيش، ما تحركيش، يعني ايه، عشان العلاج نشوف يعني العلاج جاب نتيجه ولا لا. وزي ما قلت لكم اواخر الحمل كده بيبقى متعبه شويه. هنعمل كل حاجه واحده واحده وعلى مهلنا. ادي كده البتنجان اتسلق زي ما قلت لكم، ولا سيبيه يتهري ولا يبقى ناشف. اديت له غلوتين كده وابتدى ايه، حسيته كده لقيته ابتدى ايه خلاص دخل في السوا. طفيت عليه وصفيته من الميه، بعد كده غسلته وسبته يبرد. وهنبتدي بقى ايه نملحه عشان نعمله مخلل. جبت بقى الشطه دي او هرست الفلفل ده. انا عملتها قبل كده معاكم في فيديو، ارجعوا شوفوا الفيديو اللي انا عملت فيه هرست الفلفل الاخضر. حلوه جدا، بتنفعك بقى ايه في تتبيلات السمك، في تتبيلات البتنجان، زي كده اي تتبيله اي اكل هتعمليه دي في حته كده من الهرسه دي مع الاكل بتديها كده ايه شطه تبقى بسيطه حرشه زي ما انت حابه. وبتقعد من السنه للسنه. انا قاعده دلوقتي ليها كذا شهر، بس بصراحه انا ما استخدمتهاش كتير عشان من ساعه الحمل وكده. بس يعني زي ما هي وما فيهاش اي حاجه وريحه وطعم زي العسل. معايا طماطميه واحده، معايا ليمونتين، معايا توم. ده بنجر، ده حته بنجر. انا بجيب البنجر وبقطعه زي ما شايفين كده ناعم ناعم وبخليه في الفريزر، ينفعني بقى في عصير، ينفعني في اي حاجه. حبايه صغننين جبتهم كده. جبت بقى الكبه كده بتاعتي ونزلت بشويه توم. هنزل بقى عندك فلفل اخضر رومي كمان احلى واحلى. انا ما لقيتش بصراحه عندي، كنت هستنى لما اجيب، قلت لا البتنجان مش هيستنى، مش مشكله ايه الفلفل الاخضر. هنزل كده بحته من الهريسه الشطه دي، حته بسيطه عشان تخلي البتنجان بتاعنا كده حرش وحلو. انت لو مش عايزه شطه براحتك. هننزل بطماطمايه، ليه طماطمايه بتدي تسكيره كده للمخلل وبتخليه مسكر وزي العسل. طماطمايه واحده. هننزل بالليمونه، هي ليمونتين بس، هنزل بليمونه دلوقتي، ليمونه واحده اعصرها اهو زي ما شايفين. انا بحب اعصرها كده بظهر المعلقه. هننزل بقى بالتوابل كلها اللي معانا دي، الخلطه اللي انا هحشي بيها البتنجان. هنزل بالليمونه كلها. احلى حاجه في البتنجان المخلل انا بحب اسلقه، ما بحبوش اعمله مقلي عشان بحسه تقيل كده والزيت. وادي العلبه اللي هملح فيها البتنجان. جبت بقى العلبه اللي هملح فيها، نزلت بالليمون بعد ما عصرته، مش هرمي قشر الليمون، لا هرميه في قلب البتنجان بعد ما اخلله يعني. هننزل بالتوابل اللي معانا، هننزل بالملح، هننزل بالفلفل الاسود، هننزل بالكمون. الملح على حسب كميه البتنجان اللي معاكي. ضيفي بقى توابلك، ضيفي التتبيله بتاعتك. ادي كده بقى الخل، اخر حبات خل معايا الا كده على البركه. هروح بقى افتح واحده جديده. اهم حاجه في التتبيله تحدقيها حلو عشان تبقى طعم البتنجانه حلو. وادي رشه كمون كده زي ما شايفين. تبلي بقى حلو. بس الخلطه دي او التتبيله بتاعت البتنجان مش عايزه بقى خلطات وفاهمين، لا هي ملح وكمون وفلفل اسود وبس. طب البنجر ده والليمونه دي هنضيفها معاها؟ لا، البنجر ده مش هيتضاف مع التتبيله، هنسيبه في الاخر، هنشوف هنعمل فيه ايه. وابتدي بقى ايه بالكبه كده اللي معاكي، ابتدي كده ايه اطحنيها طحنه حلوه بقى، خليها ايه مزيكا كده تغني في الكبه. وادي كده طحناهم زي ما شايفين. حاجه كده الريحه بصوا دوختني، ريحه التوابل مع التوم خلت دماغي ايه بقى بتدوخ كده، كأن راكبه قطر كده او راكبه بقى مرجيحه. بس التتبيله خطيره، دخلت بقى في نافوخي ايه شعشعته كده. التتبيله ايه حاجه كده عظمه. هنجيب البتنجانيه كده ونشيل الورده اللي من فوق كده بكل سهوله. شايفين بقشرها ازاي؟ ولا بقى تقطعيها بالسكينه تبوظي منظر كده البتنجانيه، لا خليها كده البتنجانيه في العلبه مرسومه بكل سهوله كده بالراحه. حتى انا بقطعها بالسكينه بالراحه. شايفين راس البتنجانه من فوق ايه حاجه كده تفتح النفس، تلاقيها كده بتغني في العلبه. شايفين مقشراها ولا حته لحمه طلعت من البتنجانيه في القشره بكل سهوله. وجبنا بقى طرف السكينه كده وتعملي لها شق كده، تفتحيها زي المحفظه كده، بس تفتحيها بالراحه عشان ما تجيبيش ظهر البتنجانه وتقسميها نصين، لا بالراحه كده. ونبتدي كده نحشي واحده واحده زي السندوتش زي ما شايفين كده.
التتبيله يا بنات ايه خطيره خطيره خطيره، طعمها تحفه وريحتها تجيب اخر الشارع، يعني كانت جايبه اخر العماره، حاجه كده يعني عظمه كده. هنبتدي ناخد حته كده من التوم، مش هكتر التوم كتير، في قلب البتنجانيه، ونحشيها كده زي السندوتش. البتنجانيه زي ما بيقولوا عليها عروسه كده، حاجه كده لوز اللوز، البتنجانيه صغنونه كده وتفتح النفس. هنحشي كده التوم حبايه قليلين، مش هكتر التوم، انا مش عايزاه توم يعني البتنجان بالتوم، عايزاه توم قليل بالملح يعني زي ما انا بخلله عادي كده من غير توم، بس انا اديت حته التومه كده تكايه كده عشان البتنجانيه ايه تبقى لها طعم زي اللي بنشتريها من بره. وحشيت الكميه كلها معايا. طب ايه التوم ده كله اللي فضل؟ هتغرقي بيه البتنجان من فوق، هيبقى بتنجان بالتوم ايه عظمه. لا مش هعمل كده، هاخد بقيه البتنجان التوم معايا، معلش حبايه التوم اللي معايا الفاضلين. طب هترميهم؟ لا، ده توم وطماطم وايه فيهم تتبيله عظمه، تترموا ليه؟ حرام. هنعبيهم في كيسه كده ونخليهم في الفريزر بقى ينفعونا لاي تتبيله. نفسك كده ايه على الغدا عايزه تعملي شويه فلفل مقلي بقى، شويه طماطم، عندك بتنجانيه كده ايه اللي هو الرومي الكبير ده حمرتيه وعايزه تعملي كده ايه تتبيله من فوقيه، طلعي كيس ده تسيحيه وايه وترشيه كده على الوش. تنفعك لاي حاجه، تنفعك لو جايبه سمك كمان، تنفعك التتبيله دي لاي حاجه. هدخلهم كده الفريزر وايه طلعهم وقت ما ايه عايزاهم، وقت ما انا طلبت معايا عايزه اعمل حاجه كده حرشه اطلع التوم ده. الكبه بقى مكانها بقى ايه بهاريز التوم والتوابل، هروح اغسلها وارميها في الحوض؟ لا، هجيب الليمونه بقى اللي انا ركنتها على جنب دي، شايفينها دي من اول الفيديو، جبتها كده وعصرتها في قلب بقى ايه الكبه بقى، وفيها بقى البهاريز بتاعه التوم والقشره، مش هرميها طبعا، في قلب علبه البتنجان. والبنجر اللي بقى قلت لكم لا هنسيبه بقى في الاخر، هنطلعه بقى كفايه بقى اخر الفيديو خلاص بقى، هنجيبه بقى. سر بقى البتنجان اللي بتشتريه من بره بقى تلاقيه احمر احمر، وتقولي يا ربي ليه احمر؟ تضربي ايه بقى، تضربي خمسات في عشرات تقولي ليه احمر البتنجان ده، لون ده مش عارفه لا ده بنجر بدفوله، حته بنجر اللي انت بتشتريه بقى وبتلاقيه احمر كده وبيفتح نفسك من بره وبتدفعي بقى دم قلبك عشان بيعجبك بقى لونه حمار، ولا ده بنجر، حته بنجرايه كده من اللي عندك مخزناهم في التلاجة بقى طلعيها كفاياها. تشتري بقى بنجرايه كده من السوق وتقطعيها زي ما قلت لك كده وخليها في الفريزر وطلعي حته حته، يعني مش هتطلعي البنجرايه كلها، حته حته. ورميتها كده في قلب الكبه معها الليمونه المعصوره، مع شويه خل، مع شويه ملح، مع شويه رشه كمون. الطبق بقى مكانه مكان البنجر محمر هنرميه في الحوض؟ لا لا يمكن. هنجيب شويه ميه بقى من الحنفيه كده ايه عظمه، ونرجهم كده جوه الطبق، وننزل ايه في الكبه بتاعتنا. وادي بقى نجيب الكبه كل اللي في الجناب بقى التوم والبهاريز بقى اللي في الجناب، ونبتدي بقى ادي بالمعلقه لحد ما التوابل دي تبقى ايه بقى تدوب كده وكله يدخل في قلب بعض، وايه تلاقي الميه بتاعت التتبيله ايه عظمه، تلاقي الريحه دي وديتك في حته تاني كده. وتيجي نازله بيها بقى، شايفين البهاريز والبنجر والحمار ده، 1 2 3، وادي بقى ايه شربي البتنجان بتاعك. شايفين البنجر ده حلو برضه لما يعني يتسلق، يعني في ناس اصلا بتخلله بتسلقه حلو جدا بقى، يعني ضيفيه بقى لاولادك في مخلل، في عصير، في سلطه. خليل البنجر حلو جدا 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 للانيميا، للدم. انا بقى عندي الحمد لله كيسين كده، لما الدكتور قال لي عندك انيميا ونقص دم، هطلع بقى ايه بقى خليل واعمل سلطات بقى وعصاير وايه، عشان بقى ما ناخدش محاليل بقى ويفضل يشكشكني بالمحاليل بقى. لا خلينا بقى ايه حاجات بلدي بقى بتاعت زمان دي، بدل الحقن. زمان ما كانوش بياخدوا بقى حقن وعلاج، لا كانوا بالحاجات دي طبعا مفيدة جدا 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 واحلى من العلاجات 60 مرة. ادي بقى المخلل بتاعنا العظمه، حاجه كده تحفه، كان جايب اخر العماره، يعني العماره كلها بتقول اللي ريحه بتنجان وتتبيله كده، نروح ايه شكل ام البنات عامله بقى حاجه عظمه فوق، نروح ناكل معاها. انا بهزر معاكم طبعا، انا بحب ايه اطلعكم من المود شويه، كفايه الواحد اللي فيه يعني. وادي على وش العلبه كده رشيت شويه خل كده، والميه بتاعتها عايزه تشرب، حاجه كده تحفه. دول شويه البتنجان دول لو اشتريتهم من بره الراجل يقول لك 20 جنيه.
انا بجيب من بره يعني شويه بتنجان مخلل، بتديني ب10 جنيه في الكيس كده 3 مخللات او 4، يعني 3 بتنجانات او 4 في كيس يقول لي 10 جنيه، وبيبقى شطه مولع نار. لا انت بتعمليه في البيت نظافه، عارفه انت ضايفه ايه، انت حابه تضيفي شطه او لا، عارفه تتبيلتك، عارفه علبتك، عارفه ايدك، حاجه نظيفه، حاجه بيتي كده نظيفه. تخليها بقى في التلاجة، وقت ما ايه تطلب معاكي عايزة حاجة بقى مالحة كده تطلعي لك بتنجانية حاجة عظمة كده. بدل بره بيبقى شطة ومالح ما تعرفيش مين اللي عمله. انا اصلا الدكتور منعني من المخللات عشان خاطر او اي حاجة مالحة، عشان خاطر عندي نسبة املاح وكده، غلط طبعا عشان الحمل وكده. ما باكلش مخلل. طب انا عايزة اكل ابلع، الجو حر انتوا عارفينه، لازم اي اكلة كده عايزة شوية حاجة حرشة يعني. بروح اجيب المخلل واعمله انا في البيت. انت عارفه شطتك، عارفه ملحك، عارفه ايه انت هتظبطي ملحك يعني في البيت. سر والتكايه اللي بتلاقي البتنجانيه محمره كده وحمره ليه، وتقولي يا رب ليه هو البتنجان بتاع بره احمر؟ بيضيفوله بنجر، ضيفي كده للمخلل بتاعك البتنجان بنجر، بتلاقيه احمر زي العسل. تيجي تفتحي البتنجانيه من جوه، قلبة البتنجانيه بتلاقيها حمرا، اللحم من جوه بتاع البتنجانيه بتلاقيه محمر، والبتنجانيه من بره بتلاقيها محمره. ايه سر الحمران؟ حته بنجر، دي في حته بنجر بتلاقي المخلل بتاعك حلو كده ومحمر وزي العسل. بألف هنا وشفا للي اكل، وبألف هنا وشفا للي شاف. انا عملته بالليل، ان شاء الله تاني ما افتح عليه على الغدا هلاقيه زي الزبده دايب وزي العسل. انت اعمليه قبلها بيوم، لازم يتعمل قبلها بيوم ويتغطى ويدخل التلاجة عشان تلاقيها حلوه كده ومستويه وزي العسل، والطعم داخل فيه، يعني تاكل البتنجانيه كده ولحم البتنجان تلاقيه متطعم بالتتبيله. الفترة دي ما كنتش بنزل فيديوهات زي ما قلت لكم عشان جوزي تعبان وانا تعبانة. ادعوا لنا كده ربنا يشفينا ويعافينا ويعدي الفترة دي على خير. يا رب النهارده الفيديو نال اعجابك. ما تنسيش يا ستي الكل تعملي لي اعجابات كتير كتير الفيديو، تشتركي في القناة وتنورينا عشان القناة تكبر بيكي يا ستي الكل. وما تنسيش بقى تعملي لي اعجابات كتير كتير الفيديو بتاع النهارده. يلا نلتقي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.